السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، يا صباح التفاؤل، يا صباح النشاط والورد والياسمين عطب ألوف في الدنيا، ازيكم عاملين إيه؟ أهلا وسهلا بكل حبايبنا شرفتونا ونورتونا على راسكم من فوق، كل سنة وانتم طيبين، يتعاد عليكم بالخير والسعادة والتفاؤل والأمل والهنا وراحة البال، آمين يا رب العالمين. النهارده بقى روتين جامد جدا 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 جدا، كله نشاط كله طاقة إيجابية، يعني بعد الفيديو ده هتمسك كده الشقة تفرميها كده فرم كده تقعد كده ضحكة كده. يلا كده يا حبايب قلبي كده اللايك للفيديو وشاهدوا الفيديو للآخر إن شاء الله هيعجبكم جدا، كله نشاط وكمان هنعمل طواجن جميلة جدا ونفس الوقت سهلة وسريعة. بس كده يا حبايبي كده أنا بدأت الأول كده علقت كده الستاير، كنت غسلتها وعلقتها. طبعا بقى ما تضحكوش عليا بقى بسبب القصر بقى كنت بعملها كده بالمشي. المهم كده اتصرفت كده عملتها انا، كان الاولاد هم اللي بيعلقها لي، طبعا ما انا كنت بعمل الصبح بقى واللي بيذاكر واللي نايم وكده دي، فطبعا قلت اتصرف انا بقى واعملها، مش هستنى بقى لما حد يعملها لي. دلوقتي كده يا حبايبي كده حشت بقى الزرع بتاع الجميل ده، والشباك بقى دي من بره مش عارفه امسحها، مش طايله اللي فوق. فقلت بقى ياه خلاص، هي احسن حل بقى اجيب كده ميه وادلق عليه كده ميه كده من بره كده. طبعا انا مخليه بالي بردك انا في اول دور، مش تحتيها، طبعا لا جيران وكده، مش اللي تحت بقى محلات، والمحلات اساسا مقفوله طبعا الصبح. فالمهم كده انا قمت بقى الصبح بدري كده عشان اكب ميه براحتي كده واعمل براحتي. ومن بره بقى همسحها بفرطه كده، من بره طبعا تبقى سهل، وكمان عصفور كده مسحته بمَيّة كلّه كده غرّقناها يعني طبعًا متغرّقة جامد كده، يالّا بقى نضافة العيد بقى نغرّقها كده من الآخر. وأنا باعمل هاضحّكم دلوقتي، وأنا باعمل الطاجن أبو يوسف قال لي إيه: "حُطّي له بقى فلفل ألوان." أنا كنت عندي فلفل ألوان بقى مفرّزاه في الفريزر، كنت جايباه يعني وكده لمّا لقيت الفلفل الألوان كان سعره مخفّض وكده طبعًا استغلّيت الوقت قُلت أجيب 2 كيلو كده وأفرّزهم وأحطّهم في الفريزر ينفعوا في أي وقت. قُلت له: "حاضر وطيب." جيت أعمل نسيت خالص، الذاكرة عندي إيه حديدية حديد مسلح شايفين المنظر الجميل ده؟ قُلت آخد لكم كده صورة كده المنظر الجميل يفتح النفس ده، الزرع جميل جدًا، الواحد ما يفتح عينيه كده على الزرع كده، حاجة كده تشرح القلب كده وراحة نفسية رهيبة طبعًا، وكمان مُريح للعين، حاجة جميلة جدًا، حتى لو حاجة بسيطة بس بتدّي كده طاقة إيجابية جميلة جدًا، استغل كده في أي ركن، أي مكان عندك كده حتى في البلكونة. استغلي طبعًا المكان كده في البلكونة وحُطّي زرع، طبعًا الزرع جميل جدًا، مش محتاجة يعني كلام. دلوقتي كده حبايبي كده بدأت بقى أمسك بقى كنبة، كنبة كده أو أو رُكنة، رُكنة أو أي اسم يعني أمسكها بقى أنفّضها كده وأمسحها كلّها كده أنا حاطة في المَيّة كده رابسه كلوركس ألوان، طبعًا كلوركس ألوان جميل جدًا في أي بُقع أي حاجة كده، طلّع لنا كده أي بُقع أي حاجة بفوطة كده وأبلّها وهامسح بيه كلّه، بس الأول هانفّض كده وبعد كده هامسح. طبعًا الفلفل الألوان أنا ما كمّلتلكمش بقى الحكاية، عملت طبعًا نسيت ورُحت أنا عملت طبعًا حطيت له فلفل أخضر، بس نسيت فلفل ألوان خالص، ما اتفكّرتش إلا إمتى بقى تاني يوم، مش باقول لكم الذاكرة عندي حديدية حديد ورق عشان كنت رايحة السوق فشُفت الفلفل فاتفكّرت بقى، قُلت يا قُلت ال شُفت الفلفل اتفكّرت، قُلت ياه! ده نسيت أحُط فلفل ألوان للطاجن. يالّا بس هو مش هيفرق كتير، بس طبعًا فلفل الألوان هيبقى مسكّر كده وبيدّي لون وتسكيرة كده بس يعني إيه، مش هيفرق كتير برضه. طبعًا بقى الحق بقى وقتِك خلاص ما فيش وقت، خلاص الشهر سبحان الله جري كده يعني أسرع من الصاروخ، أيام الحلوة دايمًا قصيّرة، دايمًا بتخلص بسرعة، يالّا الحمد لله على كل حال. فالحقي نفسِك يعني خلاص، خلاص ما بقاش إلا يومين، وطبعًا ما تستناش ليوم الوقفة عشان ما تتعبيش، ربنا يقويكم يا رب. طبعًا أنا غيّرت بقى الفرش بتاعهم وجبت بقى الفرش الموف الجميل ده، بينطّق معايا بقى الأنتريه كده بيدّوا له بقى بيفتحوا كده مع الأصح ويدّوا له لون جميل جدًا. طبعًا السجاد كلّه طبعًا أنا كنت غاسلاه، هنا غيّرت بردك كده المخدات واحطها، طبعًا طبعًا في اليوم اللي هتنضّف البيت طبعًا يبقى يوم طويل وصعب، يعني حاولي كده تنقي أكلة تاخدش معاكِ وقت، تبقى سهلة كده وسريعة، ما تاخدش معاكِ وقت ولا تاخد وقت كمان في التحضير.
عشان طبعًا اليوم كله يبقى في التنضيف، وكمان الواحد يبقى تعبان وكده، بابقى عاوز حاجة سهلة كده سريعة على طول. أنا بقى جبت بقى الركنة الأخيرة بقى دي، هامسحها برضه كده، أديها تلميعة كده بالفوطة كده وهانفضها. وكمان بقى حماتي بقى جات في آخر الفيديو كده وفي الآخر بقى بعد ما خلّصت بقى هتشوفوا في آخر الفيديو، جات بقى تعدّل عليَّ بقى، تشوف بقى عملت كويس وما عملتش كويس، المنظر عاجبها مش لأ والّا لأ. هتشوفوا في الآخر بقى حماتي قالت لي إيه وعملت معايا إيه. شوفوا حماتي عملت معايا إيه في الآخر بعد التعب ده كله. طبعًا لازمًا حماتي تعدّل عليَّ بقى. أنا بقى هاشيل المرتبة التانية كده وهاكنسها، وأنا أكنسها قصدي أنفّضها. طبعًا الفرش طبعًا نضيف اللي هو بتاع الأنتريه، خصوصًا يعني بتاع الأنتريه مش باغسله عشان ما يتبهدلش، ما يتهلكش بمعنى أصح. من كتر الغسيل أنتِ عارفة الحاجة بتتهلك. طالما هو نضيف خلاص بادّي له التنفيضة بتاعته وخلاص، عشان الحاجة كده تبقى تعيش معانا شوية. ده أنا عاوزة أعمل له حافظة، يعني ربنا يسهّل وأعمل له حافظة، يحمي بقى الأنتريه كله. دلوقتي مؤقتًا باحط له هو المبيضات اللي باحطها دي اللي هي اللي بنفرشها ديّة، بنقول عليها طوالة أو مبيضات اللي أنا باحطها ديّة. أهم حاجة الحتة دي طبعًا مكان ما رجلين الأولاد وكده، عايزة ربنا يسهّل بقى وأعمل لها بقى حافظة ليه كله بقى تحميه كله بقى يبقى طبعًا كسوة ليه كله كده مقفّل كله، ربنا يسهّل. هنا بقى كده تمام. بس على فكرة بعد التعب ده كل ده هتلقى الأولاد يعني آخر اليوم لمّا يصحوا بقى بالليل كده وفوق كده هالاقي الدنيا اتدربكت، بس على مين أنا أعدّنهم بقى بالعصاية. باهزر معاك مش لدرجة العصاية يعني، يعني باحاول كده أقول لهم كده على قد ما تقدروا ما تبهدلوش الدنيا، على الأقل الواحد التعب ده ما يروحش على الفاضي. طبعًا الكبار فاهمين وخصوصًا العيال الصغيرين هي المشكلة، بس باخلّيهم يلعبوا كده في الصالة اللي برّه على أساس إيه ما يبهدلوش كل الدنيا، والأوض طبعًا باروّقها وباقفلها، والأوض طبعًا أنا عملت أوضة معاكم وعملت بقية الأوض، والأوض بقى مسكت كل يوم أوضة كده وروّقتها ومسحتها والدنيا تمام. ما فيش بقى اللي هي الreception والصالة، الفيديو معلش طويل بس أنا سرّحته على قد ما قدرت، الشغل فيه كتير النهارده. هنا بقى أنا لمّعت بقى الحيطان كلّها، وجبت كمان بالفوطة كده وعملت بقى الترابيزة ألمّعها كلّها، والحيطة الحيطان اللي هي اللي قدّامي دي أعملها كلّها كده تمام. وكنست بقى الأرضية الأرضية بقت هامسحها، إن خلاص الدنيا إيه بقت فُل هنا. أكنسها بعد كده والدنيا إيه، وأجُر بقى طبعًا الكنب كلّه كده وأكنس وأمسح تحتيه. أنا بقى جريت كل كنبة بكنبة كده وأمسح وأكنس، كنت كنست بقى وهامسح بقى. نبقى كده كلّه، بقى الكنبة الأخيرة. نبقى تمام كده مسحت. ده الكاميرا اتعوجت مع نفسيها وبيّنت الاختراع بتاعي. ده المسند بتاعي. المسند المسند بتاع التليفون. حاطاه كده على قفص كده. أنا خلّصت كده ورجعت بقى للكنبة. أنا بقى فاضل بقى اللي في النُص بقى كده يتمسح بقى. هنا كده الدنيا تمام، أنا مش هافرش بقى دلوقتي لمّا أخلّص بقى تبقى الصالة الناحية اللي قدّام، عشان الدنيا ما تتبهدلش معايا. وأحسن حاجة طبعًا الواحد يمسح كلّه وبعد كده يفرش، عشان ما فيش أي تراب أي حاجة مكان الناحية اللي إحنا ما مسحناهوش ييجي يبهدل الجنب اللي إحنا مسحناه، حد يمشي حد يعمل، فالدنيا تتبهدل تاني.
قلت بقى همسح كله كده وبعد كده افرش. اخلص الجنب ده وافرش. طبعا غيرت بقى الفرش بتاع الركنه دي ومسحت الحيطان وظبطت الدنيا، بس ما رضيتش بقى اطول عليكم اكتر من كده. الفيديو بقى طويل جدا. هاخد لكم كده اللقطات كده اللوكيشن الاخير. مش بقول عليها كده برضك. انا كده جريته بقى كله كده ومسحته. السلك ده برضك اللي في الارض ده الاريا الاريا اللي هو بتاع الدش يعني، فعامل لي برضك ازمه. برضك ما بيتهز، بيعمل طبعا الارسال بتاع القناه بيفصله كده. فقلنا بقى احسن، وكمان يعني السلك التانة كده. فقلنا احسن حل بقى إن نعلقه كده من فوق. نعمله ان شاء الله كده نعلقه من فوق احسن، عشان مش كل شويه تهز ويتعمل. طبعا اللي يهز الكنبه او يعمل ويروح ويجي فطبعا الارسال بيعمل تاني. انا كده بقى خلصت، وده حماتي جات. طبعا انت عرفت حماتي مين يعني. هي كانت نايمه بقى، كانت صحت على النهايه كده بعد ما خلصت. طبعا اول ما شافت بقى فرشت الدنيا، والدنيا ايه اتغيرت خالص. طبعا ايه كانت مبسوطه خالص بقى. عارفين الاولاد بيفرحوا اكتر مننا كمان بالتغيير، ومن التغيير بقى والتجديد بقى والمنظر كده تبقى. طبعا الواحد لو بيغير حاجه بسيطه كأن الحاجه لسه جديده كده. حتى لو جديدة بحاجه بسيطه من عندك، بتغير في الشكل وبتغير في المنظر خالص كأنها لسه جديدة. طبعا هي مش هتسيبني، قعدت بقى تعدل عليا زي ما شفت كده ومش عاجبها كده السجادة عملتها. بس المفروض ارفع الكنبة واحطها تحتها، بس الصراحة ما قدرتش اشيل. هي بقى عملتها لي كده ظبطها لي، ما شاء الله عليها ظبطتها. طبعا بقى هي مبسوطة بقى بالسجادة، هي ملفوفة كده قالت لي افرشها، سبتها تفرشها. هي تقول لي بقى تشيل الكورة وشيل كده المروحة، مش عارفة اعملها، هشيلها لها كده وعملتها. طبعا هي اطمنت بقى ان الدنيا كده تمام والمنظر عاجبها وحلو. راحت بقى كملت هي نومة. ليه بقى كده الليضي. طبعا هي خلاص، يعني احسن عايزة تكمل نومها. تروح هي تكمل نومها بقى، وانا هكمل ايه بقية الموال. كده بقى الشكل النهائي كده بعد ما خلصت. طبعا الفرق جامد. طبعا كل التعب يهون بعد المنظر اللي يفرح ده. طبعا يعني كانوا كلهم فرحانين بقى بالمنظر ده. يعني هما كانوا نايمين بشكل والصحوا لقى شكل تاني، كانوا فرحانين بقى بالمنظر بقى والتجديد. نبقى فاضل بقى اسطوانة هعملها، وانا كنت طبعا الأوض كنت عملتها قبل كده، كل يوم كنت بعمل أوضة. بس هاخد لكم كده الفينش الأخير كده لقطات كده، لا الحاجات الأخيرة كده عشان الفيديو بقى طويل جدا. غير بقى لسه المطبخ والحمام كده طبعا ده ما صورتهمش، هيبقى طويل قوي قوي يعني. انا بقى كنت كنست كده وانا بقى كنت لمحت الحيطان كله بقى والسفرة وكله. فرشت بس، مسحت كده الجنب ده وفرش بس كده. وهمسح كده مكان بقى الكراسي وارجعها مكانها. رجعتهم بقى كلهم كده مكانهم. اعمل بقى الجنب التاني كده تحت الترابيزة، وارجع بقى الباقي كده تمام. اعمل بقى المطبخ، وطبعا اخر حاجة هعمل الحمام. كده الدنيا تمام. بس طبعا يعني من الاولاد هيتبهدل، بس مش قوي يعني. بس طبعا مش يوم الوقفة، طبعا مش هنعمل بقى الشغل الجامد ده. يعني تنظيف اليوم كده حاجات بسيطة هنعملها. كده خلصت بقى كده الدنيا تمام. هفرش بقى لها السجادة، واراكم برضه كده الشكل كده النهائي بعد ما خلصت. دي شكلها كلها كده بعد ما خلصت.
هعمل معاكم بقى كده بقى الطواجن الجميلة دي بسرعة نلحق نعملها. هنا بقى كده قطعت كده بصلتين كبار كده ابيض على احمر، عشان طبعا الابيض بيدينا نكهة والاحمر بيدينا تسكيرة. والفلفل بقى الاخضر كده قطع كام فلفلاية كده واقطع كده بحوالي كده 5 حبات طماطم، كله تقطيع كده على طول يعني. والثوم. طبعا هنعمل ايه زي ما انتم شايفين كده قدامي كده كبده، هعمل كبده وكلاوي هقطعها بقى كده صغير، كلها كده تصغنر كده والتوابل بقى هحط لها بقى كمون وحبه كزبره، حبه الفلفل الاسود والملح. دي كده بقى شكلهم كده لما ما خلصت. بحط كل حاجه كده لوحدها طبعا عشان انا لما اجي احمر بطيه تبقى سهله كده، اخد كل حاجه حاجه كده واشوحها. انا ده حطيت له بقى حته دي ليه تفرق طعم في طعم الطواجن حاجه تانية خالص، بتلقينها مكان تاني. تدي نكهه طبعا فظيعه. حطيت حته ليا كده سيحتها. هنزل بقى كده البصل ده بقى ادبله، حتى مش هخليه يصفر يدبل كده معايا. وانزل بعد كده بعد ما يدبل هنزل بالفلفل. وانزل بقى بعد كده بالكبده والكلاوي وكده اديها اشوحها كده لحد ما تدي معانا كده لون. لحد ما لونها معايا اتغير، ونزلت بقى بالتوابل وحطيت حبه شطه. وانزل بقى بالطماطم اخر حاجه واسيبها تستبك، واحطها بقى في الطواجن. سبتها ما استبكت واحطها بقى في الطواجن. الطواجن بقى مش هولع عليها البلاطه، هولع الشوايه بس عشان طبعا هي مستويه، وطبعا الكبده بتاخدش وقت في الطيبان. لو زودت على الطيبان تبقى عامله زي الجلوب كده، تبقى مش حلو. هندخلها في الفرن كده تحت الشوايه تاخد ريحه الفرن وتاخد لون بس. وانا عملت معاها مكرونه. يا رب طريقتي البسيطه تعجبكم. عارفه سلامه حبايبي.